فيديو حلو قوي. هنا هنجيب لكم بقى، بصوا اصل الرواق الفلاحي الطري على اصله. تقول لكم بقى بصوا هي عجنته الحقيقه خلاص، بس هي هتقول لنا عجنته ازاي دلوقتي. بصوا بقى اسمعوا. لبن مع اللبن الاول مع الدقيق. تمام. وتعجنيه بلبن ودقيق بس. لبن ودقيق بس. ومفيش ملح؟ شعرة ملح. يعني نحط على الدقيق الملح الاول وبعدين نقلبه وبعدين نحط اللبن. وبعدين تفككي السمنه على النار، تسيبي يعني السمنه. دي عاوز يجي كيلو سمنه. كيلو سمنه؟ دي كيلو سمنه على كميه الدقيق يا جماعه اللي هي عاملاها دي. عامله طبعا كميه كبيره جدا. هذا كيلو سمنه. كيلو سمنه. بتفككيه. هما بيعملوا بسمنه زبده طبعا. وتقومي حطاها عليها وتعجني كده، وتعجني لحد ما يبقى فيه عرق كده يشد معاكي عشان تفرديه براحتك، صح؟ بس ما بتحطي شويه زيت برضو عليه. انا بينشف الزيت بينشفه بجد. مش عارفه انا ما بعمله، يعني باجي اعمله عندي في البيت بجد بصراحه، يعني بحط عليه شويه زيت. بحب الزيت فيه. بس انت كده خلصت العجينه لمتيها خلاص. وتقطعيها بقى. قطعها اهي. ده بصوا اهو. بصوا هي بقى كانت بتقطع صراحه، يعني هي من شويه قلت اسيبها شويه تقطع شويه عشان ما ناخدش الوقت من اوله اهو. ولما بنخلصه التقطيع بقى بنغطيه طبعا ببلاستيك برضو عشان يفضل طري على ما نيجي نخلصه خبيز، صح كده؟ نفرده. ده يتخبز برضو في الفرن، مش على الطاسه طبعا زي ما احنا بنعمله عندنا في الطاسه على البوتاجاز. هنا طبعا عشان في افران هنا بيعملوه هنا في الفرن، بيبقى ايه بقى احسن طبعا اكيد يعني، وبيطلع اطرى وبيبقى برضو ارق من اللي احنا بنعمله كمان في البيت عندنا في الطاسه وعلى البوتاجاز. اما نيجي بقى خدوا الرقاق اهوت. مش هتنقص بنخلوه خلالات اهو. شايفين اهوت كده. بتشرب نسكافيه بتقول لكم. وهي بتقول بتشرب شاي وتشرب نسكافيه. كوفي يعني. ابنها عندنا كمان. وزوزو. البركه بتاعتنا زوزو. يا شوشو اهو. اهو يا روح اهو. اهو يا كنت منيله ده هي فرض ونص. ده واحدتين شايفين بيحطوه بسرعه ازاي بالنشابات. لا اسوخ يا بتاع. تخيل الموقف يعني. قعدت لعبتك هي هتفردها تاني يعني. هي هتفرد بسرعه يعني. ادي يا ماء.
يلا داني اهو. شايفين اهو، شفتوا اللي طالع من الفرن. بصوا احنا قدام الفرن بقى. بصوا عايزه اقول لكم ميه. بصوا يا جماعه اهو، اصلي الرق الطري لجماله وحلاوه الفلاحين اهو، اصله وجماله. شايفين كله عامل ازاي. شفتوا الجمال والحلاوه ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. اهو حلاوه زي العسل عسل. بصوا اهو جميل ما شاء الله ولا قوة الا بالله يا جماعة. بصوا ظهره وادي وشه حاجة كده، ربنا يبارك يا رب زي العسل. كلنا طبعا بنحب الحاجات دي. عايزه اقول لكم احنا كل ما نيجي نعمل الموضوع دوت بصراحة بيعملوا لنا كمية يعني ناخدها معانا، نتشال برضه في الفريزر، بتنفع بصراحة يعني. الولاد بيحبوه بقى، يسيحوا الجبنه فيه، يحطوا جبنه بطاطس. بصوا حاجه كده ما شاء الله، مربى بالهنا والشفا يا رب. واحنا الجماعه صراحه بيكرمونا اخر كرم يعني، ربنا يبارك فيهم يا رب. اخواتي وستات اخواتي ربنا يبارك فيهم ويبارك لهم فيهم يا رب. بيكرمونا اخر كرم والله، ربنا يبارك لهم في اولادهم يا رب. بصوا شايفين طالع من الفرن بقى بيحطوا ازاي هنا، اخر جمال وحلاوه اهو. تسلم ايديهم، ربنا يخليهم ويعيشوا ويعملوا لنا بقى على طول ان شاء الله. كانت والدتي بقى الله يرحمها، كانت هي اللي بتعمل لنا الحاجات دي يعني، ربنا يرحمها برحمته يا رب ويرحم امهاتنا جميعا. هم الصراحه ما اثروش بعد كده كمان ما توفت يعني، بصراحه يعني بيعملوا اللي عليهم وزياده يعني معانا بامانه ربنا يعني. فربنا يبارك في كل الناس الكويسه يا رب ويخليهم ويبارك لهم في ولادهم يا رب. احنا بقى ايه ما بنصدق بصراحه نيجي ونطلب بصراحه يعني اللي احنا عايزينه اهو، بنشوف حاجات كلها روايح وجمالها والحلاوه الخبيز والفرن شغال كده وريحه الفرن وخير، ريحه الخير وريحه يا رب دايما يا رب الناس كلها بخير يا رب. الف هنا وشفا يا رب للي هياكلوه يا رب. يا رب ان شاء الله يكون الفيديو ده وانا عجبكم ويكون عند حسن ظنكم، وابقى دايما كده عند حسن ظنكم يا رب. عايزاكم تفرحوني بقى وتعملوا لي الفيديو ده لايكات كتير جدا جدا، هو يستاهل والله لايكات كتير يا جماعه. ومستنيه كومنتاتكم، والناس اللي مش مفعله الجرس عندي تفعلها علشان يوصلها كل جديد، واللي موجود عندي يعني مفعل الجرس يلغي الاشتراك ويعمل اشتراك جديد عشان بيتلغي لوحده يعني. الغيه تاني وارجعي اعمليه تاني وارجعي فعليه تاني. تمام، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد حبايبي. وكل يعني انا ببقى فرحانه جدا جدا وانا معاكم، دايما بحب اوريكم كل حاجه بعملها او كل مكان بروحه. ده من الاماكن اللي انا بحبها جدا طبعا، عندي اهلي يعني او البلد، بحب اجي هنا وعايزه اقول لكم بستمتع كل المتعه وحياتي وذكرياتنا وكل حاجه حلوه هنا يعني، بالخير والروائح الحلوه اللي كلنا محرومين منها. يلا اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.